ازيكم متابعين قناة العبور للاتصالات. معانا النهاردة فيديو جديد وشرح جديد عن بروجيكتور ارتاكو A8. ممكن انت تقول لي دلوقتي انه انت ايه اللي يخليك تجيب بروجيكتور، وكده كده كل البيوت فيها شاشات دلوقتي وباحجام بوصات كبير. هقول لك ان انت مهما اتفرجت على شاشات عمرك ما هتاخد التجربه السينمائيه الا من البروجيكتور. كواليتي البروجيكتور عاليه جدا، بس يمكن هنا بحكم الاضاءه بتاعه التصوير وفي نفس الوقت الخلفيه، لان احنا زي ما احنا عارفين كل بروجيكتور بيحتاج خلفيه بيضاء عشان يبين احسن كواليتي ليه واضاءه شبه معدومه. لكن هنا بحكم التصوير ممكن يبان مش بافضل كواليتي، بس في الحقيقه مختلف تماما. نروح بقى لمخارج البروجيكتور. بيجي بمخرج اتش دي ام اي ومخرجين يو اس بي ومخرج 3.5 مللي عشان لو عايز توصل سماعات سلكيه. البروجيكتور هنا شغال بنظام اندرويد، يعني معاك نتفليكس، معاك يوتيوب، معاك شاهد، معاك كل جميع المنصات اللي متاحه على نظام اندرويد. يعني مفيش اي مشكله في اي برامج هتواجهها في خلال استخدامك للبروجيكتور. نروح هنا لاعدادات البروجيكتور. هنا النتورك، وهنا البلوتوز، وهنا لو عايز تقفل الجهاز، وهنا اللغه، وهنا الاوبشنز. نيجي هنا عند اعدادات البروجيكتور وتظبيطه. هنا انت بتظبط زوايا البروجيكتور على حسب الحيطه بتاعتك، ممكن تبقى مايله او ممكن تبقى معدوله او على حسب وضعيه البروجيكتور. هنا بقى بنشوف السورس على حسب بقى لو انت موصل كابل اتش دي ام اي او يو اس بي. وهنا بقى نيجي للغه. من هنا بتحدد اللغه بتاعتك، بس للاسف البروجيكتور ما بيحتويش على اللغه العربيه. ممكن ينزل تحديث في المستقبل يغير الموضوع ده، بس حاليا مفيش اي لغه عربيه موجوده على البروجيكتور. وبكده ما فاضلش غير التجربه الصوتيه للجهاز، اسيبكم تقيموها بنفسكم. أدمت الله في أقرب الناس لإلي، ما راح يقدروا يعرفوا مين أنا. اسمي آسف وجيت الأيام لغش. Aman nembla kerja cerita menara. Dah Alwi. DJ malah kau panjang aja nota. Box बढ़िया. Teller बढ़िया. हाँ. Bismillah. وكل صفحاتنا على السوشيال ميديا. كان معاكم حازم من العبور للاتصالات.